بيبدأ الفيلم بظابط في الجيش اسمه رامبو بيكون رايح قرية صغيرة يبحث عن بيت صاحبه اللي كان معاه في حرب فيتنام، وهناك قابل واحدة ست وابنها وقال لهم انه بيدور على صديق ليه اسمه ديلمور، فقالت له بكل حزن ان ديلمور مات من بعد ما رجع من الحرب على طول بسبب مرض الكانسر. وهنا رامبو اتأثر جدا لانه كان صديق عزيز ليه، وبعدها خد بعضه ومشي وفضل مكمل بعد كده في الطريق وما كانش عارف هو رايح فين، لحد ما حس ان هو جعان فدخل قرية تانية صغيرة عشان يلاقي مطعم ياكل فيه. واثناء بحثه عن مطعم شافه ظابط اسمه ويل، ووقتها الظابط ويل شك فيه وسأل رامبو رايح فين، ولانه كان مش مرتاح لرامبو او حب يغلس عليه شوية فصمم ان رامبو يركب معاه العربية عشان يوصله خارج البلد وما يشوفش وشه هنا تاني. وحاول رامبو ساعتها يكون هادي ويتمالك اعصابه عشان الموقف يعدي على خير، ونزله عند حدود القرية وقال له يقص شعره ويلبس هدوم تانية لان هيئته بتقول انه بلطجي وبتاع مشاكل. وساعتها رامبو اتضايق انه حكم عليه من شكله وكمان خرجه من القرية غصب عنه، فقرر انه يرجع بعد ما الظابط ما يمشي. بالفعل دخل تاني وكمل طريقه للقرية، ووقتها واللي بص في مراية العربية فشاف انعكاس رامبو في المراية وعرف انه رجع تاني، فوقف العربية ونزل سأله بعصبية ايه اللي رجعك تاني، انا مش قلت لك امشي؟ ولما رامبو ما ردش عليه قام واللي طلع سلاحه وهدد رامبو، قال له يحط ايديه على العربية ويكونوا بعيد عن بعض علشان يفتشوا. فرامبو عمل اللي واللي طلبه منه وبدأ واللي يفتشه، لقى معاه سكينة، ولما سأله شايل سكينة معاه ليه رامبو قال له انها للصيد، لكن واللي ما اقتنعش وقبض عليه وخده على اسم الشرطة. وهناك في ضابط شرطة تاني اسمه جوليت بيحقق مع رامبو وسأله تاني نفس السؤال وايه الغرض من انه يشيل سكينة معاه، ولما رامبو قال له انها للصيد فضل يضحك وما كانش مصدق انه يقدر يصطاد اي حيوان بسكينة. وبعد كده بياخدوا اوضة الاستجواب علشان يسجلوا بياناته. واول ما جوليت سأله عن اسمه فجأة رامبو افتكر ذكريات صعبة من الحرب في فيتنام وسرح معاها، فجوليت اتعصب وزعق له، قال له انه لو جاي يعمل مشاكل يبقى هو كده في المكان الغلط مع الشخص الغلط. وبعد كده لقوه لابس سلسلة مكتوب عليها اسمه وحاول الظابط يقلعها له، لكن رامبو اتعصب ومسك ايد الظابط فخدها الظابط غصب عنه وراح يدور على الاسم اللي عليها عشان يعرف بياناته. وفضل جوليت يهدده انه هيسجنه ويعذبه جوه السجن، وبعد كده كانوا عاوزين ياخدوا بصماته لكن رامبو كان بيقاومهم، ووقتها اتعصب عليه جوليت وهدده انه هيضربه. وجي بعدها ويلو قال له انه هيتحكم عليه ب3 شهور سجن وغرامه 250 الف دولار، وقال لهم ينظفوه ويخلوه ياخد دش عشان بكره هيروح المحكمه. ولما قلع التيشيرت قدامهم لقوا جسمه كله عليه اثار تعذيب وضرب وجروح ومن غير رحمه. جوليت كمل عليه ضرب وفضل يضرب فيه بالعصايه، وبعدها كتفوه عشان يحلقوا له شعره ودقنه بالعافيه. واول ما شاف الشفره اللي هيحلقوا له بيها افتكر ذكريات تاني من فيتنام وتعذيبه بالسكين على ايد الضباط الفيتناميين، وساعتها جاله انهيار عصبي وما قدرش يسيطر على رد فعله ونزل فيهم كلهم ضرب، وخرج من الاوضه وكمل ضرب في كل اللي يقابله. وبعد كده خد السكينه بتاعته اللي خدوها منه وهرب من اسم الشرطه. واول ما خرج لقى واحد راكب موتوسيكل فوقعه وخد الموتوسيكل بتاعه وطار بيه، وساعتها جوليت طلع السلاح عشان يضرب عليه نار، لكن واللي منعه لان الشارع مليان ناس وممكن حد فيهم يتاذي. وفي الوقت ده رامبو كان بيجري بالموتوسيكل واللي وراه بعربيه الشرطه، ورامبو كان سايق باقصى سرعه وسابقه. وبعد كده دخل الغابه بالموتوسيكل لانه عارف ان ويل مش هيعرف يدخل وراه بالعربيه، فبيكمل ويل وراه من طريق تاني جنب الغابه، لكن الطريق برضه كان خطر ومنحدر فاتقلبت العربيه بويل. ونفس الطريق كان صعب ان رامبو يمشي فيه وقع من على الموتوسيكل، ولما بص وراه لقى ويل خرج من العربيه المقلوبه وبيجري وراه، فجري هو كمان علشان يهرب منه، وفضل يتحرك بصعوبه شديده بين الصخور ويطلع المنحدر لحد ما بعد عن المكان، ولقى قدامه بيت قديم مهجور وفضل يدور في المكان على اي حاجه يستفيد بيها، ولقى قطعه قماش كبيره فقطعها وخد جزء منها لفه على جسمه لان الجو كان برد جدا. وبعد شويه بيوصل الضابط ميد ولاستر عند ويل في الغابه، فويل قال لهم يرجعوا يبلغوا الاسم ويجيبوا كلاب بوليسيه وهليكوبتر عشان تساعدهم في الوصول لرامبو. وبعد كده رامبو مشي من المكان اللي كان فيه وكمل هروبه من طريق تاني، وفي الوقت ده كان وصل ميد ولاستر ومعاهم 2 ضباط كمان والكلاب البوليسيه، وبداوا يمشوا في الغابه بالكلاب عشان يبحثوا عنه. ووقتها رامبو سمع صوت الكلاب وعرف انهم قربوا منه وما كانش فيه اي طريق قدامه يهرب منه، ولما حس انه خلاص مفيش وقت نزل المنحدر اللي فوق النهر، وفي الوقت ده شاف طياره هليكوبتر فوقه فاتخض وكانت ايده هتفلت ويقع. والشخص اللي كان موجود في الهليكوبتر هو جوليت، واول ما شاف رامبو متعلق بينشن عليه ومصمم يقتله، وبيفضل يضرب نار عليه، ورامبو وقتها ما بيكونش عارف يعمل ايه. فطيار الهليكوبتر قال لجوليت ان هم مش مطلوب منهم يقتلوه ومفروض يقبضوا عليه ويسلموه للشرطه، لكن جوليت هدده وقال له يقرب على رامبو بالهليكوبتر على قد ما يقدر والا هيقتله هو. وكان جوليت مصمم يقتل رامبو لانه اتجرأ وضربه، ورغم ان رامبو كان في وضع لا يحسد عليه لكنه قرر ما يستسلمش وقال كده ميت وكده ميت، فجرب حظي يمكن اعيش ونط فوق شجره قبل ما جوليت يصيبه، وبالفعل فضل عايش لكنه بيتصاب اصابه شديده في دراعه بسبب فروع الشجر. ولما بيقع على الارض بيفضل جوليت يضرب
بيضرب عليه نار وبيكون رامبو مستخبي ورا شجرة، وكان بيحاول بأي طريقة يبعدهم عنه أو يدافع عن نفسه، فمسك حجر كبير وحدفه على الطيارة. فالطيار بقدرة قادر خد الحجر في عينه ما تعرفش ازاي، وفقد سيطرته على الطيارة لثواني، وده خلى الطيارة تتهز جامد وجوليت يقع منها ويموت. وبعدها الطيار مشي بسرعة من المكان، وراح بعد كده رامبو يشوف جوليت لقاه ميت، فقلعه الجاكيت اللي لابسه وخد السلاح بتاعه وهرب. وبعد كده بيقعد في مكان متداري وبينظف الجرح بتاعه، بيخيطه بخيط وإبرة كان شايلهم معاه. وبعد شوية بيوصل ويل وباقي الضباط لقمة المنحدر وبيشوفوا جثة جوليت تحت المنحدر، واتفاجئوا بعد كده برامبو واقف ورافع ايديه وبيسلم نفسه. لكن ويل كان متضايق بسبب موت جوليت اللي كان رامبو سبب فيه، فما قدرش يتحكم في نفسه وفضل يضرب نار عليه. ورامبو ساعتها نجا منهم بأعجوبة ودخل جوه الغابة واختفى، وقال في نفسه كده بقت مجزرة وعليا وعلى أعدائي. وبعد كده لاستر اتصل بالشرطة وطلب منهم يبعتوا له طيارة هليكوبتر عشان ياخدوا جثة جوليت، وساعتها قالوا له كل المعلومات اللي عرفوها عن الشخص اللي بيطاردوه، ولاستر بلغها لويل وقال له ان الشخص ده اسمه رامبو وكان بطل من ابطال حرب فيتنام وواخد وسام شرف. وساعتها رجاله ويل قلقوا وقالوا لويل انهم المفروض يبلغوا شرطه الولايه وهم يتصرفوا معاه، لكن ويل كان موضوعه مع رامبو بقى شخصي وكان مصمم انه يقبض عليه. وفي الوقت ده كان رامبو قاعد بيجهز حاجه يشتتهم بيها لانه عارف انهم هيدوروا عليه. وقتها كان ويل ورجالته بيتخانقوا لانهم في ناس منهم كانوا خايفين وعايزين يرجعوا، ولما قربوا من المكان اللي شافوه فيه لقوه عامل لهم فزاعه عشان يوهمهم انه هو. وبعد كده الكلب اللي معاهم قدر يحدد مكان رامبو ويوصل له، لكن الكلب المسكين مرجعش، وده لان رامبو قتله. وساعتها كلهم قلقوا حسوا ان رامبو خطر ومش سهل، فضربوا عليه نار، لكن واحد منهم هو اللي بيتصاب. ورغم الضلمه والبرد كان رامبو هادي وواضح انه عارف بيعمل ايه لانه متعود على الغابات وجوها. وبعد كده هجم على اول واحد منهم، الضابط مد وطعنه في رجله بالسكينه واختفى. فسمع ويل وباقي المجموعه اللي معاه صوت صريخ ميد وجريوا عليه علشان يشوفوا ايه اللي جراله. وقتها رامبو استغل فرصه ان كل واحد فيهم ماشي من طريق بعيد عن التاني، وهاجم واحد تاني منهم وطار فوقه من على الشجره وطعنه هو كمان. وبعد كده هاجم على ويل وثبته بالسكينه وقال له يبعد عنه ويسيبه في حاله، وانه لو فكر يطارده تاني هيموت، وبيقول له انا ممكن اقتلك دلوقتي لكن هسيبك تعيش، وبيسيبه ويمشي. وساعتها ويل حس انه اتكسر واتذل وما قدرش يمسك نفسه وانهار من العياط. وبعد كده جت قوه من الشرطه واسعاف وخدوا ويل ورجالته عشان يعالجوا الجروح بتاعتهم. وبنشوف بعد كده واحد اسمه ديف بيتكلم مع ويل وبيقول له يرجع البيت يرتاح وهو هيكمل القضيه بداله، لكن ويل اتعصب عليه وقال له انه مش هيرتاح غير لما يقبض على رامبو بنفسه. ولان القريه صغيره جدا فانتشرت الاخبار بسرعه في كل مكان، ووسائل الاعلام كلها كانت بتتكلم عن رامبو، ولانهم فاكرينه شخص عادي فكانوا بيقولوا بقلب جامد انه هيتقبض عليه خلال ساعات. وبيتفاجئ بعد كده ويل بواحد اسمه تروتمان وبيعرفه بنفسه وبيقول له انه كان القائد بتاع رامبو في الجيش، وان هو اللي دربه وعلمه كل حاجه وخدم معاه في فيتنام 3 سنين. واللي ساعتها كان متعمد يضايقه وما اداش اهميه ليه ولا الرامبو واتجاهل كلامه. فتروتمان لما فهم انه مش مدي اهتمام لكلامه قال له ان هو مش جاي علشان ينقذ رامبو منهم، لكن هو خايف عليهم وجاي ينقذهم هم من اللي رامبو ممكن يعملوا فيهم. وقال له ان هو حذرهم ومش مسؤول عن اللي هيحصل لهم لو فكروا يطاردوا رامبو من تاني. وقال له لو مصممين يروحوا وراه ياخدوا معاهم اكياس جثث للظباط اللي هيروحوا. وساعتها ويل حس انه بيتكلم بجد وبدا يقلق، وطلب منه يساعده انهم يخرجوا رامبو من القريه من غير ما حد يتاذي تاني. وفي الوقت ده كان رامبو بيحاول يصطاد خنزير علشان ياكل لانه كان جعان جدا، ودخل جوه كهف وقعد يشوي الخنزير وياكله. وكان معاه وقتها جهاز لاسلكي بتاع جوليت، فبدا ضابط من الشرطه يتكلم معاه ويقول له انهم عرفوا انه بطل وخدم البلد، وطلب منه يسلم نفسه ويحلوا الموضوع في هدوء. ورامبو كان سامع كل حاجه لكن ما ردش عليهم. وبعد كده سمع صوت العقيد تروتمان بيكلمه في اللاسلكي، فاتفاجئ ورد عليه ودار بينهم حوار عن اللي حصل في فيتنام. وبعد كده قال له يسلم نفسه لانه تسبب في اذى وموت ناس بريئه وعمل مشاكل كتير، لكن رامبو ما اقتنعش وقال له انه مش غلطان وان هم اللي بدأوا معاه بالمشاكل، وقال له انه ما كانش عايز غير انه ياكل، لكن واللي طرده بره القريه. وساعتها تروتمان ما كانش قدامه غير ان هو يطرد رامبو بنفسه ويقبض عليه، فحددوا موقعه بالظبط عن طريق اللاسلكي. وتاني يوم الصبح واللي بعت كل رجالته ووزعهم في الغابه عشان يقبضوا عليه. ووقتها كان رامبو شايفهم من بعيد ومراقبهم، فهرب بسرعه من مكانه عشان يروح مكان ابعد، لكن قابل في طريقه ولد صغير معاه بندقيه صيد فخدها منه وهرب. وساعتها الولد قال لابوه، وابوه بلغ قوات الشرطه اللي موجوده في الغابه، فحاصروه من كل الاتجاهات وضربوا عليه نار. ورد عليهم رامبو بالسلاح اللي خده من الولد لحد ما الرصاص خلص منه. وفي الوقت ده ويل اتصل بيهم واكد عليهم ما يقتلوهوش لانه عايزه حي،
لكن رجالته نفذوا اللي في دماغهم ورموا قنبله على المكان اللي فيه رامبو لانهم كانوا عاوزين يخلصوا منه، وانفجر المكان كله وافتكروا ان رامبو مات، وكانوا مبسوطين جدا وخدوا كمان صوره علشان يفتكروا اليوم والذكرى دي. وفي اللحظه دي وصل ويل وتروتمان وديف، وويل زعق لهم لانهم قتلوه ما نفذوش كلامه، لكن في نفس الوقت كان مبسوط وبيتباهى قدام تروتمان ان رجالته هم اللي خلصوا عليه. لكن تروتمان كان عارف ان رامبو بطل مهما حصل، ومن ناحيه تانية كان رامبو ما تاثرش اصلا بالانفجار ومستخبي في منجم بعيد، وولع شعل عشان يشوف قدامه ويدور على مخرج يهرب منه، لحد ما قدر يخرج من المنجم اللي هو فيه ولقى طريق يهرب منه. وبعد كده طار فوق عربيه تبع الشرطه بتنقل اسلحه ووقع السواق بره، وطلع بالعربيه على اسم الشرطه اللي فيه ويل عشان ينتقم منه لانه السبب في كل حاجه من البدايه. وبعد كده ليستر قابل السواق في الطريق وعرف منه ان رامبو ما ماتش، وليستر على طول راح بلغ ويل، وطلعت عربيه شرطه ورا رامبو بسرعه علشان يقبضوا عليه وضربوا عليه رصاص كتير لكن قدر يتفاداه. لكن فجاه عربيه الشرطه خبطت في عربيه تانية واتقلبت وبعدها انفجرت. ولما رامبو وصل عند الكوبري اللي هيدخل منه للقريه لقى ضباط كتير محاصرين المكان كله، لكن ولا كانه شايف حاجه وكان بيدوس فوق كل اللي يقابله ومكمل في طريقه. وبالليل كان وصل القريه وراح عند محطه بنزين وولع فيها وفي عربيه الاسلحه وعمل انفجار كبير جدا. وساعتها ويل قرر يستعد بكل الضباط اللي عنده والاسلحه، لكن فجاه بيجي تروتمان وبيقول لويل ان دي اخر فرصه ليه علشان يهرب من رامبو لانه اكيد هيقتله. لكن ويل خد سلاحه وخرج وكان مصمم يواجه رامبو. وفي الوقت ده كان رجاله ويل مشغولين في النار اللي بتزيد وبيحاولوا يطفوها، ودي كانت فرصه لرامبو انه يدخل مكتب ويل. وفي الوقت ده ويل طلع على سطح القسم عشان يراقب رامبو من فوق، وفي الوقت ده رامبو ضرب رصاص على المحول وقطع الكهرباء عن المنطقه، وبعدها دخل محل البيع الاسلحه وجمع كل الرصاص واي ماده متفجره عشان يفجر بيهم المكان ويجبر ويل انه يظهر. وفضل قاعد مستخبي ومراقبه لحد ما شافه فوق سطح القسم، وفضل يضرب عليه النار لحد ما صابه وخلاه يقع جوه القسم من تاني. وبعد كده دخل رامبو المكتب وكان خلاص هيقتل ويل، لكن فجاه ظهر تروتمان ومنعه وقال له ان في 200 ضابط بره مستنيينه بالاسلحه وهيقتلوه لو قتل ويل، لكن رامبو قال له انه مستعد يواجههم كلهم. وساعتها تروتمان اتعصب عليه وقال له ان هو اذاهم وسبب لهم اضرار بما فيه الكفايه وصح انه يمشي وكفايه تخريب في القريه. فرامبو قال له ان هو خدم البلد في الحرب، ولما رجع ما لقاش حد مقدر مجهوده والناس كلها بتعامله بطريقه مش كويسه وبيحتقروه. وساعتها تروتمان فهم ان حصل له صدمه بعد كل ما اصحابه ماتوا في الحرب. وبعد كده رامبو حضن تروتمان وانهار وفضل يعيط لانه الوحيد اللي كان بيثق فيه رامبو. ولما حس بامان قرر ينفذ كلام تروتمان وخرج معاه وسلم نفسه. بعدها ب3 سنين بنشوف عدد كبير من المساجين بيكسروا صخور ومعاهم رامبو، بنعرف انه اتسجن لانه تسبب في تخريب القريه وموت افراد من الشرطه. وبنشوف واحد من الحرس وهو بينادي على رامبو بيقول له ان في حد جاي يزوره، ولما رامبو بيروح بيكتشف انه العقيد تروتمان اللي بيعتذر له لانه كان مشغول وما قدرش يزوره من 3 سنين. وبيكون تروتمان رايحه لانه عايزه في مهمه سريه في فيتنام عشان يحرر اسرى الحرب اللي لسه هناك. وفي الاول طبعا كان من المتوقع ان رامبو يرفض لانه لسه ما تعافاش نفسيا من الحرب ومنظر صحابه اللي ماتوا قدام عينيه، لكن تروتمان قال له انه لو نفذ المهمه ممكن ياخد عفو رئاسي بعدها ويخرج من السجن، ودي فرصته الوحيده للخروج من هنا. ولان رامبو كان لسه فاضله في السجن 5 سنين كمان فشاف انها فرصه كويسه فقرر يوافق. وبعدها تروتمان قال له انه هيروح يخلص الاوراق بتاعته عشان يخرجه من السجن. وبعد كده بتروح طياره هليكوبتر تاخد رامبو من السجن وتنقله للمقر الامريكي في تايلاند. ولما وصل هناك قابله ضابط من المرتزقه اسمه إيريك واستقبله ورحب بيه، لكن رامبو كان ساكت وما ادالوش اهتمام، وبيروح بعدها عشان يقابل تروتمان. وساعتها تروتمان عرفه على قائد القوات الخاصه موردوك، وبعد ما سلم على رامبو خده على مكتبه علشان يتكلموا في تفاصيل المهمه. وفتح الملف بتاع رامبو اللي فيه بياناته وكان متفاجئ من كميه الاوسمه والجوائز اللي واخدها رامبو، انجازاته الكبيره، وقال له ان لكل الاسباب دي هو انسب واحد يقوم بالمهمه. وبدا يشرح له المهمه وقال له ان هي عباره عن انه ياخد صور للمعسكر اللي فيه الاسرى الامريكيين بتوعهم من غير ما يدخل في اشتباك مع حد من الجيش الفيتنامي، يعني صور تتاخد من غير ما حد ياخد باله. فاستغرب ان مهمته كلها عباره عن تصوير بس وانه مش هينقذ الاسرى، لكنه وافق. وبعد كده موردوك قال له انه قدامه ساعه واحده بس ويجهز للمهمه. وبعدها تروتمان خد رامبو علشان يوريه اخر تطورات التكنولوجيا والاجهزه اللي هيستخدموها في المهمه. وساعتها رامبو كان واضح عليه اللامبالاه وما كانش مهتم باي حاجه من اللي شايفها. وموردوك بعد كده قال له ان كل الحاجات دي هيستخدموها في حمايته علشان المهمه تتنفذ بسهوله ويكون هو في امان. فرامبو ساعتها بان عليه عدم الانبهار بكل اللي شايفه، قال له ان عقل الانسان هيفضل اقوى سلاح. فموردوك
موردوك حس انه اتحرج وقال لتروتمان ان رامبو ده باين عليه مخه لسع من التعذيب اللي شافه في الحرب والسجن، وقال له انه شاكك انه يقدر ينفذ المهمه، لكن تروتمان طمنه وقال له ان رامبو افضل شخص ممكن يعتمدوا عليه في المهمه دي. وبعد كده بنشوف رامبو وهو بيجهز كل الحاجات اللي هياخدها معاه زي سكينته اللي كانت معاه من الجزء الاول والاسلحه والكاميرا اللي هيصور بيها المعسكر. واول ما خلص كل حاجه راح على الطياره ومع تروتمان بيوصله. وبعد ما رامبو ركب ومشي موردوك قال نفس الكلام تاني لتروتمان وانه مش واثق ان رامبو هيقدر ينفذ المهمه. وفي الطياره كان رامبو طول الطريق قلقان وخايف من رجوعه تاني لفيتنام، وده لانه عاش اسوأ ذكريات حياته هناك ولسه الذكريات دي بتطارده لحد دلوقتي. وبعد كده بيتواصلوا معاه من القاعده وبيقولوا له يستعد عشان ينزل بالباراشوت لان الطياره قربت من المعسكر. وبدا رامبو يستعد ولبس ماسك ونضاره وجهز حاجاته ونط من الطياره، لكن للاسف الحزام بتاعه بيشبك في باب الطياره وبيتعلق في الهواء وما بيعرفش ينط. واول ما إيريك بلغ القاعده باللي حصل موردوك امره يلغي المهمه ويرجع برامبو. وفضل المساعد اللي معاهم في الطياره يحاول يفكه لكن معرفش، فرامبو اتصرف بتهور ورمى معظم المعدات والاجهزه اللي معاه لانه ما كانش عارف يتحرك بسببهم. وبعد كده طلع السكينه بتاعته وقطع الحزام ونزل من الطياره. وتاني يوم بنشوف رامبو وهو ماشي في الغابه بعد ما نجي باعجوبه وكان معاه بوصله بتساعده يعرف الطريق، وكمان هو كان عارف الطريق كويس حوالين الغابه من فتره وجوده في فيتنام وقت الحرب. وفجاه وهو ماشي في الغابه حس ان في حد وراه بيراقبه، فاستخبى في مكان لمده دقايق وخرج فجاه ولقى واحد واقف فعلا بيراقبه، فهجم عليه وثبته بالسكينه وكان على وشك انه يقتله، لكن اكتشف انها بنت اسمها ساره وقالت له انها تبع جهاز المخابرات الامريكي وانها معاه في المهمه علشان تساعده. وبعد كده خدته ومشيوا علشان يكملوا المهمه مع بعض. وبعدها وهم في الطريق ساره سالته ايه اللي خلاه يتاخر، فقال لها انه حصل له مشكله وهو نازل من الطياره. وبتقترح عليه ساره بعد كده ان هم يكملوا مشوارهم عن طريق النهر لان الطريق البري مش امان. وبيكتشف رامبو ان ساره مرتبه مع قراصنه علشان ينقلوهم لان هم الوحيدين اللي يقدروا يساعدوهم، ودفعت لهم ساره مبلغ مقابل النقل. واتحركوا بعد كده وخدوا طريقهم لمعسكر الاسرى، لكن طول الطريق كان رامبو قلقان من خفر السواحل وخايف يعترضوا طريقهم. فواحد من القراصنه وراه بازوكا واسلحه معاهم وقال له ان هم هيستخدموها لو احتاجوها. وبعد كده كمل رامبو وساره الطريق وهم بيتكلموا مع بعض وبيتعرفوا على بعض اكتر. وساعتها رامبو سالها وهو مستغرب ايه اللي وصلها انها تشارك في مهمات زي دي، فقالت له ان ابوها كان بيشتغل مع المخابرات الامريكيه ولما اتقتل خدت مكانه. وبعد كده رامبو حكى لها عن اللي حصل له في فيتنام والمعاناه اللي لسه عايشها بسبب الحرب. وبنروح لتروتمان واللي كان في الوقت ده بيتكلم مع موردوك وبيقول له ان هو عايز يروح يجيب رامبو، لكن موردوك رفض لان ما جالهمش اي اخبار منه وما يعرفوش اذا كان اصلا حي ولا ميت. لكن تروتمان صمم على قراره لحد ما موردوك وافق وقال له انه هيبعت معاه فريق عشان يروحوا يدوروا على رامبو ويرجعوه. وبنرجع بعد كده لرامبو وبعد مده طويله في النهر اخيرا بيوصلوا لاقرب مكان المعسكر الاسرى، ونزلوا من المركب وساره قالت للقراصنه يستنوهم، ومشيت بعدها هي ورامبو في الغابه لحد ما وصلوا للمعسكر. ووقفوا في مكان قريب منه ولقوه فاضي ما فيهوش اسرى، فقربوا اكتر علشان يتاكدوا وشافوا ضباط فيتناميين واقفين عند المدخل. وبعد شويه شافوا فتاه ليل واقفه مع واحد من الضباط، وفي الوقت ده كان رامبو مصمم انه يشوف في اسرى من الامريكان جوه ولا لا، فحضر سهم وكان بيستعد عشان يدخل المعسكر. وقتها ساره فكرته بالاوامر وانه مش مطلوب منه اكتر من انه يصور المعسكر وممنوع يدخل في اشتباك مع العدو، لكن رامبو اتجاهل كلامها وقال لها ان انقاذ الاسرى اهم من تنفيذ الاوامر، وطلب منها تستناه مكانها وعدى السلك وراح عند مدخل المعسكر وقدر يستخبى من الضباط اللي محوطين المعسكر. وعدى البحيره بهدوء من غير ما يعمل صوت وفضل يلف في المكان ويستكشفه لحد ما شاف السجن اللي فيه الاسرى ولقى حالتهم صعبه جدا وحواليهم حشرات في كل مكان. فرجع تاني لانه شاف واحد من الاسرى اسمه جاك مربوط في شجره بعيد عن المعسكر وقرر ينقذه هو الاول، فراح له قطع الحبل اللي مربوط بيه وقال له انه جاي ينقذه وطلب منه ما يعملش اي صوت. وكانت وقتها فكره انه يهرب بيه وينقله لمكان امان صعبه جدا بسبب وجود ضباط كتير في المنطقه، لكن بالسكينه بتاعته والاسهم اللي معاه قدر يخلص على كل اللي يقابله منهم من غير ما يعمل صوت. وفي الوقت ده كان واحد من الحرس الفيتناميين شاف ساره وكان على وشك يقتلها، لكن في الوقت المناسب رامبو رشق في سهمه وانقذها. وتاني يوم الصبح اكتشف الضباط الفيتناميين جثث زمايلهم اللي اتقتلوا وبلغوا باقي القوه ان في حد غريب دخل المعسكر، فانتشروا كلهم في اماكن مختلفه من الغابه عشان يدوروا على اللي عمل كده. وفي الوقت ده كان تروتمان وايريك بيستعدوا عشان يروحوا لرامبو. اما رامبو وساره فوقتها كانوا وصلوا المركب القراصنه عشان يمشوا معاهم جاك،
وكانوا الضباط الفيتناميين وقتها لسه بيدوروا عليهم لحد ما القائد بتاعهم طاي لقى اثار رجلين في الطين، فخد الفريق بتاعه ومشي ورا الاثار لحد ما شاف رامبو بيتحرك بالمركب هو واللي معاه، فاتصل بالشرطه وطلب مساعده علشان يلحقوا رامبو قبل ما يهرب. وفي الوقت ده رامبو وساره اتصدموا لما فجاه لقوا القراصنه رافعين عليهم سلاح وبيثبتوهم، وشافوا بعد كده مركب خفر السواحل جاي عليهم، وفهم رامبو ان القراصنه سلموهم تسليم اهالي للفيتناميين. وساعتها الزعيم بتاعهم ضرب رامبو بالقلم لما شتمه وقال له انه حقير لانه باعهم، لكن رامبو ما استسلمش وطلع سكينه صغيره وطعن بيها واحد من القراصنه وخد البندقيه بتاعته وخلص عليهم كلهم. وبعد كده قال لساره وجاك ينطوا في الميه ويعوموا لحد البحر، وده لانه كان ناوي يخلص على خفر السواحل كلهم، وبدا يضرب عليهم رصاص لكن هم فتحوا عليه النار باسلحه قويه جدا وحصروه من كل الاتجاهات. وساعتها افتكر البازوكا اللي قال له عليها واحد من القراصنه، فخدها بسرعه وضرب بيها السفينه الفيتناميه وفجرها. وبعد كده كان بيستعد عشان ينط في النهر، لكن اتفاجئ بواحد من القراصنه بيخنقه من رقبته، وكان متحكم فيه لانه كان مستخبي فوق ظهر السفينه وهجم عليه من ظهره. وفي الوقت ده كانت ساره بتصرخ وبتحذر رامبو ان المركب اللي هو فيها هتلبس في مركب خفر السواحل المولعه، وبنفس السكينه طعن رامبو الشخص اللي خانقه ونط في النهر قبل ما المركب تلبس في المركب التانيه المولعه وتنفجر هي كمان. وبعد كده رامبو خدها عوم لحد ما وصل لساره وجاك وخدهم واتحركوا بسرعه، ووقتها طيو القوه اللي معاه كانوا لسه بيدوروا عليهم. وبعدها مشي رامبو مع ساره وجاك في الغابه، وفجاه قال لساره ان مهمتها معاه انتهت وانه هيكمل لوحده مع جاك. وقبل ما يمشي ساره قالت له انه انسان مخلص ومجهوداته ما ينفعش حد يتجاهلها. وفي الوقت ده كان تروتمان وفريقه قدامهم 3 دقايق ويوصلوا للمكان اللي هياخدوا رامبو منه، لكن رامبو ومعاه جاك كانوا بعدوا عن المكان اللي هيتقابلوا فيه مع تروتمان وفريقه، وكملوا طريقهم وسط الاراضي الزراعيه، وكانوا بيحاولوا قدر الامكان يتداروا من الفيتناميين. لكن وقتها كان تاي شافهم وامر القوه اللي معاه ترمي عليهم قذايف، ورامبو ما وقفش وفضل مكمل جري هو وجاك عشان يبعدوا عن التفجيرات قدر الامكان. وفي الوقت ده تروتمان شاف رامبو من الهليكوبتر واتفاجئ لما شاف معاه الاسير اللي انقذه، وايريك كمان اتفاجئ لان كلهم كانوا فاكرين ان رامبو اساسا مات. وبسرعه بدا ايريك يقتل كل الضباط الفيتناميين اللي في المنطقه بسهوله لانه كان شايفهم بوضوح من الهليكوبتر. وبعد ما ايريك قتلهم كلهم قدر رامبو ومعاه جاك انهم يطلعوا فوق التل، ولان تروتمان كان فرحان برامبو وبانجازه فبلغ المقر بسرعه وقال لهم ان رامبو عايش وانقذ واحد من الاسرى. لكن اول ما الخبر وصل لموردوك كان له رد فعل غريب جدا، وهي انه خرج كل الضباط اللي موجودين في الاوضه، وبعد كده امر ايريك انه يرجع بالهليكوبتر ويلغي المهمه اللي هم اصلا رايحين علشانها اللي هي انقاذ رامبو. وساعتها تروتمان كان مصدوم وقال له ان رامبو تحتهم بالظبط ولو نزلوا كام متر هيوصلوا له. ولما لقى موردوك مصمم فقرر تروتمان انه مش هينفذ اوامره، وكان على وشك ينزل السلم اللي هيطلع بيه رامبو وجاك للهليكوبتر، لكن فجاه واحد من اللي معاهم على الهليكوبتر رفع مسدسه وهدد تروتمان وقال له ان اوامر موردوك لازم تتنفذ. وفي نفس الوقت بدا ايريك يطلع بالطياره لحد ما بعد عن رامبو وجاك، وساعتها تروتمان كان مغلوب على امره ومش عارف يتصرف لانه متهدد بالسلاح، لكن ما قدرش يتحكم في اعصابه وشتمهم وقال لهم انهم مرتزقه وملهمش وطن ولا انتماء. وبعد ما مشوا وسابوهم اتفاجئ رامبو وجاك باعداد مهوله من الضباط الفيتناميين بيقربوا عليهم، وانتهى الامر برامبو مستسلم ورمي سلاحه في الارض. وفي الوقت ده كانت ساره واقفه بتراقب كل اللي بيحصل من بعيد، وفهمت ان القوى الامريكيه اللي جت تنقذه مشوا وسابوه متعمدين. وبعد كده بيرجع تروتمان المقر، واول ما بيشوف موردوك بيتخانق معاه بسبب اوامره اللي مش منطقيه، فموردوك برر تصرفه بان ده بسبب ان رامبو ما نفذش المطلوب منه وعصى الاوامر، وقال له انه كان المفروض يرجع بصور للمعسكر وبس. وساعتها تروتمان فهم ان موردوك اصلا ما كانش عنده نيه لانقاذ الاسرى، وانه كان عامل حسابه ان رامبو هيرجع بصور للمعسكر وهو فاضي ويبلغ الكونجرس ان مفيش اسرى وتتقفل القضيه على كده، لحد ما موردوك اكد له الشك اللي في دماغه وقال له ان المهمه دي مستحيله لان مفيش غير طريقه واحده يرجعوا بيها الاسرى، وهي انهم يدفعوا مبالغ ضخمه جدا لحكومه فيتنام عشان ياخدوا اسراهم، والكونجرس مش هيوافق يدفع المبالغ دي. وساعتها تروتمان اتصدم وحس بخيبه امل شديده، وقال له ان كل واحد من الاسرى دول كان عنده استعداد يضحي بحياته مقابل انه يدافع عن بلده، ومصيرهم في النهايه ان بلدهم نسيتهم ومش عايزه تدفع فلوس مقابل حريتهم. لكن موردوك ما فرقش معاه كلام تروتمان وما ظهرش اي اهتمام بيه لدرجه انه طرد تروتمان بره. لكن قبل ما تروتمان يخرج قال له انه هيندم على اللي عمله، وهيعرف بعدين انه فتح على نفسه ابواب جهنم لان رامبو هيرجع وهينتقم. وبنرجع لفيتنام وبيكون وقتها رامبو مربوط ومرمي في بركه من فضلات الخنازير، وبعد شويه بتوصل هليكوبتر فيها قوه من الضباط الروسيين عشان ياخدوا رامبو، وده لان روسيا كانت حليفه لفيتنام. وبيجي قائد القوه الروسيه واسمه يوسكي وبيقرب من رامبو بسكينه وبيهدده بيها، لكن بيلاحظ ان رامبو مش متاثر ولا خايف، فامر بعد كده الضباط الفيتناميين انهم ينظفوا
يعرفوه عشان ياخدوا يحقق معاه. وبعد شويه دخلوه اوضه كان مستنيه فيها يوسكي، وبدا التحقيق مع رامبو، وقال له يعترف لهم بكل المعلومات اللي عنده اللي هيشوف عذاب ما تعذبوش قبل كده. لكن رامبو فضل ساكت، ما قالش اي حاجه ولا حتى رضي يقول لهم اسمه. وهنا يوسكي ضغط عليه واجبره انه يتصل بالقيادات اللي بعتاه ويبلغهم انه اتقبض عليه بتهمه التجسس، وان اي حد هيبعتوه تاني هيقابل نفس المصير. لكن رامبو رفض ينفذ كلامه وشتمه. وساعتها يوسكي امر واحد من رجالته اسمه يوشين انه يبدا وصل التعذيب مخصوص لرامبو. وفي الوقت ده سارة عملت نفسها فتاة ليل وراحت للضباط الفيتناميين تقعد معاهم عشان تلاقي اي طريقه تنقذ بيها رامبو. ورامبو وقتها كانت حالته صعبه جدا، ويوشين عمال بيصعق فيه بالكهرباء وبيفضل يضغط عليه علشان يعترف باللي عنده. لكن رامبو كان اخر حاجه ممكن يعملها هي انه يخون بلده. ولان يوسكي كان عايز يحبطه ويحسسه انه كل اللي بيعمله ملوش اي لازمه، فجاه جاب ورقه مكتوب فيها نص الحوار اللي حصل بين موردوك وتروتمان، وهو بيأمره يلغي المهمه ويرجع، وده عشان يعرفوا انهم سابوه هنا متعمدين بناء على اوامر موردوك. لكن كل ده ما هز الشعر من رامبو ورفض انه يتكلم. وساعتها يوسكي اتغاظ منه وقال ليوشين يزود الفولت ويكهربه تاني، لدرجه ان لمبات الكهرباء في المنطقه اتأثرت واضاءتها كانت مهزوزه. وساعتها يوسكي ما كانش مصدق قوه رامبو وقدرته على انه يتحمل الالم. وبنروح لسارة واللي كانت وقتها قدرت تقتل واحد من الضباط الفيتناميين وتاخد سلاحه، وخرجت بعدها تدور على مكان رامبو. في الوقت ده يوسكي امر واحد من رجالته يجيب جاك الاسير اللي انقذه رامبو، وسخن سكينه وهدد رامبو ان لو ما اتكلمش هيحطها في عين جاك. لكن ساعتها جاك نفسه قال لرامبو ما يتكلمش وما يقولش اي معلومات حتى لو حطوا السكينه في عينه او قتلوه. لكن رامبو ما قدرش يتحمل فكره تعذيب جاك قدامه وهز راسه ليوسكي عشان يعرفوا انه موافق يتصل برؤسائه. وفي الوقت ده كانت سارة قدرت تحدد مكان رامبو واتدارت تحت ارضيه الاوضه اللي هو فيها. وبعد شويه رامبو شافها من بين الخشب وعرف انها جايه تنقذه. وبعد كده اتصل يوسكي بالمقر الامريكي عشان رامبو يكلمهم، وساعتها وصلوه بتروتمان وسالوا عن مكانه فين بالظبط. لكن رامبو وجه كلامه لموردوك وقال له انه راجع وهيحط عليه ويدفعوا ثمن اللي عملوا فيه. وفي نفس اللحظه غفل كل الضباط الروس اللي حواليه وضربهم وهرب من الاوضه. وسارة ظهرت وضربت نار على كل اللي قابلها من الضباط، ورامبو ضرب واحد منهم وخد سلاحه وبدا يقتل فيهم هو كمان. وساعتها كل الضباط الروس والفيتنام سمعوا اصوات ضرب النار وخرجوا بسرعه. وسارة ورامبو كانوا مكملين ضرب وقتلوا عدد كبير منهم، لكن اكتشفوا بعد كده ان عددهم اكتر من اللي كانوا متوقعينه بكتير. فرامبو رمى عليهم قنابل كتير، وبعد كده عدى السلك اللي حوالين المنطقه ومع سارة. ورغم انهم خرجوا من المعسكر وبعدوا عنه شويه، لكن ما كانوش في امان لان كان في ضباط اعدادهم بالمئات بيدوروا عليهم. وانتشر جزء كبير منهم في الغابه عشان يدوروا على رامبو هناك. ولما ما لقوهوش جابوا طياره هليكوبتر فوق الغابه فيها كشافات شديده عشان يقدروا يشوفوا رامبو، لحد ما في الاخر قدروا يحددوا مكان رامبو وسارة ورموا عليهم قذايف وصواريخ. لكن هما الاتنين كانوا بيجروا بسرعه علشان يتفادوا الانفجارات. وبعد ليله كامله الروس والفيتنام بيدوروا عليهم، قرروا يرجعوا لانهم اتاكدوا ان مفيش اي امل يلاقوهم. وفي الوقت ده كان سارة ورامبو قاعدين في مكان بعيد، وسارة بتحاول تنظف له جرح في ايده. وبنروح بعد كده لموردوك اللي كان مقلق من تهديد رامبو ليه وحس انه مش هيعدي على خير. وقتها تروتمان راح له وطلب منه تاني يبعت قوه تجيب رامبو، لكن موردوك رفض وقال له انه شخص واحد ما يستاهلش انهم يبعتوا قوه وراه. فتروتمان قال له انه هو هيروح بنفسه ويجيبه. فموردوك ادى اوامر لرجالته ان تروتمان يفضل تحت ملاحظتهم ويخرجش من القاعده. وفي الوقت ده كان رامبو متاثر وفرحان باهتمام سارة لانها كانت مصممه تروح مع امريكا، وحس ان مشاعره بتتحرك ناحيتها. وبعد كده قالت له ان هي عايزه تبدا معاه حياه جديده وعادته تفضل معاه. وبعدها قاموا علشان يمشوا، لكن فجاه بيظهر تايو فريقه وبيضربوا نار عليهم، وبتتصاب سارة برصاص كتير وللاسف بتموت. وهنا رامبو سيطرت عليه مشاعر كلها غضب وانتقام، وفضل يقتل في رجاله تاي لحد ما خلص عليهم كلهم. اما تاي نفسه فهرب. وبعد كده راح يشوف سارة اللي كانت في لحظاتها الاخيره وقالت له ما ينساهاش، وبعدها ماتت بين ايديه. وبكل حزن دفنها رامبو، واستعد بعدها لمعركته الكبيره مع الروس في فيتنام لانهم السبب في الالم اللي حاسس بيه. وبدا رامبو يقتل في الروس اللي موجودين في المنطقه حواليه واحد واحد من سكات بالسكينه بتاعته، واستخدم كمان القوس والسهام اللي معاه في قتلهم. وده خلاهم مستغربين لانهم كل شويه يلاقوا جثه واحد منهم ومش قادرين يحددوا مكان رامبو. وفضل رامبو مكمل قتل فيهم وطلع عليهم كل الغضب والالم اللي جواه، وكل ده من غير ما يظهر ولا يشوفوه. وبعد كده مشيت خطته زي ما كان راسمها، ودخل قريه صغيره وراح ورا الروس والفيتنام. وبعدها سرق من اهل القريه فرخه وجيركن كبير فيه بنزين لانه كان ناوي يعمل بيهم فخ للروس والفيتنام. ودخل بعد كده للاراضي الزراعيه. وفي الوقت ده كانت وصلت قوه تانية كبيره من الضباط علشان يدوروا عليه، وجزء كبير منهم راحوا ناحيه الاراضي الزراعيه. وهناك شافوا اثار دم كتير وفضلوا ماشيين وراها لانهم كانوا فاكرين ان رامبو بينزف وده دمه. لكن لما دخلوا لنص الاراضي لقوا
فرخة مدبوحة وجنبها جيركن البنزين، وفهموا ان ده كمين من رامبو. لكن قبل ما يهربوا رامبو شافهم وولع فيهم كلهم، وبعد كده طلع فوق شجرة وفضل يحط القنابل في القوس اللي معاه ويحدفهم عليهم لحد ما حرق عدد كبير منهم. وكانت النار بتنتشر بسرعة لان رامبو كان مغرق الارض كلها بنزين. وبعد كده حدف قنابل كتير على عربيات الجيش اللي جم فيها الضباط وفجرها كلها. وبعد ما خلص عليهم كلهم نزل ناحية الشلال علشان يقتل تاي، واول ما تاي شافه فضل يضرب عليه النار لحد ما الرصاص اللي في بندقيته خلص، فطلع مسدس وكمل ضرب. وفي الوقت ده رامبو طلع القوس بتاعه وحط فيه قنبله وهو مسيطر عليه احساس الانتقام. وتاي كان متوتر ومعرفش يسيب رامبو حتى برصاصه واحده، وفجاه رامبو رمى عليه القنبله وفرتكته ل100 حته قبل ما يهرب. وبعد كده ظهرت فوق رامبو طياره هليكوبتر راكبها يوشين ورمى قنبله فوقيه، لكن رامبو فضل يجري باقصى سرعته لحد ما نجي منها باعجوبه ونط في الميه في الوقت المناسب. وساعتها يوشين شافه وهو بينط في الميه وعرف انه ما حصلوش حاجه، فامر اللي معاه يضربوا عليه نار، ونزلوا بالهليكوبتر لاقرب نقطه من سطح الميه عشان يقدروا يقتلوه. وساعتها ظهر رامبو وشد الضابط اللي بيضرب عليه نار ووقعه في الميه، وركب الهليكوبتر وواجه يوشين وضربوا بعض. لكن يوشين كان مسيطر وقدر يتحكم فيه اكتر لانه اضخم من رامبو، لكن في الاخر رامبو هو اللي سيطر بذكائه وحدف يوشين من الطياره. وبعد كده راح للطيار وحدفه هو كمان بره الطياره وساق بداله. واول حاجه فكر يعملها هي انه ينقذ الاسرى اللي في معسكر الفيتناميين واتحرك بالطياره على هناك. واول ما وصل هناك ما ضيعش وقت ورمى قنابل كتير على المنطقه اللي حوالين المعسكر وقتل معظم الضباط اللي فيها. وكان هجوم رامبو مفاجئ بالنسبه لهم وملحقوش يستعدوا ولا يهاجموه، ووقتها المساجين كانوا شايفين اللي بيحصل ومش مصدقين ان رامبو رجع علشان ينقذهم. وكمل رامبو في هجومه لحد ما دمر كل حاجه تخص الروس والفيتنام ما عدا معسكر الاسرى. ولما رامبو لقى الوضع هادي وكل حاجه تحت السيطره نزل من الهليكوبتر علشان ينقذ المساجين، وقابل في طريقه كام واحد من الفيتناميين فقتلهم. وبعد كده فتح الباب للمساجين وقال لهم يركبوا الهليكوبتر بسرعه، وكان واقف مأمنهم بالسلاح لحد ما يركبوا. وبعد ما ركبوا كلهم ورامبو اتحرك بالطياره، فجاه ظهرت هليكوبتر تاني راكبها يوسكي وفضل يضرب صواريخ وقنابل على طياره رامبو. وساعتها رامبو ما كانش قدامه غير انه يهرب، لانه كان عارف انه مش هيقدر يهاجم بنفس القوه لان مفيش معاه اي امكانيات. لكن المساجين حاولوا يقاوموا وقدروا يقتلوا واحد من رجاله يوسكي. وساعتها يوسكي اتعصب وفضل يضرب نار على طياره رامبو نفسها لحد ما خرج منها دخان كتير. وقبل ما يفكر يرمي قنبله تانية فجاه اختفت طياره رامبو وما بقاش ليها اي اثر، وفضل يدور عليها لحد ما لقاها واقعه في الميه. ولما بص جواها لقى رامبو مغمى عليه، لكن فجاه رامبو قام ومسك بازوكا وضرب بيها طياره يوسكي وفجرها. وبعد كده كمل طريقه بالهليكوبتر لمقر القيادات الامريكيه في تايلاند، ورغم ان الطياره ما كانتش سليمه لكن قدر رامبو يوصل بيها. ولما قرب من المقر بلغ القيادات انه جاي ومع الاسرى، وساعتها كل الضباط فرحوا، اولهم طبعا تروتمان. وده على عكس موردوك اللي اترعب ووشه جاب الوان لانه عارف اللي هيحصل له. وفعلا اول ما رامبو نزل بالطياره خد سلاح وراح يدور على موردوك، وقابل في طريقه ايريك فضربه ووقعه في الارض. ووقتها كان في فريق طبي بينزل المساجين من الطياره وبيعمل لهم اللازم. ولما رامبو دخل المقر اول حاجه عملها انه دمر كل الاجهزه الحديثه اللي موردوك طالع بيها السما. وقتها كان موردوك في مكتبه ركبه بتخبط في بعضها من الرعب. وبعد كده رامبو دخل مكتب موردوك وطلع السكين علشان يقتله وخنقه من رقبته لكنه ما قتلوش، وقال له يبعت قوات تدور على باقي الاسرى وترجعهم والا هيقتله. وبعد كده خرج وتروتمان قال له انه هياخد وسام شرف تاني بسبب انقاذه للاسرى. فرامبو قال له ان الاولى يدوا للمساجين لانهم يستحقوا اكتر منه. وبعدها تروتمان قال له انه بقى حر وحاول يقنعه انه يرجع تاني للجيش الامريكي لانهم محتاجين خبرته. لكن رامبو ما وافقش وقال له انه مش مستعد يرجع تاني لنفس المكان اللي جمعه باصحابه لان كلهم ماتوا. فتروتمان ساله بعدها بيحلم بايه، فرامبو قال له انه بيحلم ان البلد تحب جنودها زي ما بيحبوها. ومشي رامبو وهو واخد قراره انه مش راجع للجيش. وبالفعل بيفضل فترة عايش حياة هادية، ولكن بعد فترة بيقرر فيه بيسيب حياته الهادية وبيقرر يرجع تاني للحرب، وبيسافر أفغانستان عشان ينقذ القائد بتاعه وبيواجه جيش كامل بطوله. وبنشوف العقيد تروتمان واللي بيكون لسه وصل تايلاند، وأول ما وصل قابل ناس من السفارة الأمريكية هناك، وبيكون رايح تايلاند أصلا علشان يدور على رامبو. وفضل يلف في مدينة بانكوك كلها بصورته ويسأل الناس عليه. وبيكون مر 3 سنين على آخر أحداث حصلت في فيتنام، وبيكون رامبو من ساعتها عايش في تايلاند. وبعد ما تروتمان تقريبا لف البلد كلها أخيرا قدر يوصل لرامبو، وبيعرف ان هو بيلعب ماتشات مصارعة على رهانات وبيكون ده مصدر الدخل في حياته. وبيروح تروتمان علشان يتفرج على الماتش اللي هيلعبه رامبو، وبيكون الماتش صعب جدا وخصم رامبو قوي ومش سهل السيطرة عليه، لكن بيفوز رامبو
وبيكسب الماتش وبياخد فلوس الرهان. وبعد ما الماتش بيخلص بيحاول تروتمان يكلمه لكن ما بيقدرش يوصل له، وده بسبب عدد الجماهير الكبير اللي كلهم بيهتفوا باسم رامبو. وتاني يوم بيروح تروتمان للكنيسة اللي عايش فيها رامبو علشان يقابله، وكان واخد معاه ناس من السفارة الأمريكية. واتفاجئ تروتمان لما عرف ان كل الفلوس اللي كسبها رامبو من الماتش اتبرع بيها للكنيسة اللي بتتبني. واول ما رامبو شاف تروتمان بينادي عليه ما كانش مصدق وفرحان جدا ونزل بسرعة علشان يسلم عليه، لكن في نفس الوقت كان مقلق لان تروتمان دايما جاي وجايب المصايب في رجليه. واتكلم مع تروتمان وقال له ان اهل المنطقة طيبين وسمحوا له يعيش وسطهم، وفي المقابل بيساعدهم في بناء الكنيسة بالفلوس اللي بيكسبها، ومن وقت للتاني بيشتغل معاهم بايديه في البناء. وبعد كده تروتمان عرفه على واحد من اللي جايين معاه من السفارة اسمه روبرت، وبدأ روبرت يتكلم مع رامبو عن اللي حصل في افغانستان، ووراه صور للضحايا الافغان اللي الجيش الروسي مدمرهم باسلحته الكيميائية، وقال له انه معظم اللي بيموتوا ناس بسيطة من المزارعين وروسيا بتجرب فيهم كل اسلحتها الجديدة. وقال له ان بعد سنين كتير من الحرب قرروا يبعتوا مساعدات طبية ودعم للمجاهدين الافغان، ودلوقتي هم عايزين رامبو يسافر افغانستان عشان يوصل المساعدات للناس هناك. لكن رامبو رفض وقال لهم انه ما بقاش عايز يتدخل في اي حاجة ليها علاقة بالقتل او الحروب، وعاوز يعيش حياته في سلام، ومشي وسابهم. لكن بعد شوية تروتمان راح له تاني يتكلم معاه وقال له ان العملية دي مهمة جدا، وفضل يحاول يقنع فيه انه يوافق، لكن رامبو قال له انه حب المكان اللي هو موجود فيه دلوقتي وعاوز يكمل حياته فيه ومش ناوي يسيبه. فتروتمان ما حبش يضغط عليه اكتر من كده واضطر يمشي علشان لازم يسافر افغانستان. وبعدها تروتمان استعد هو وفريقه وبدأوا رحلتهم لافغانستان، لكن في نص الطريق بتظهر فجأة طيارة هليكوبتر روسية وبتهجم على تروتمان وفريقه بالصواريخ والقذايف وبتقتل عدد كبير منهم، وبيكلمهم واحد من الطيارة وبيجبر الباقي انهم يرموا اسلحتهم ويستسلموا. وبعد كام يوم بيروح روبرت الرامبو وبيبلغوا باللي حصل، وبيعرفوا ان الروس خدوا تروتمان اسير وقتلوا كل اللي معاه وهم على حدود افغانستان، وقال له ان المشكله ان هو ما يقدرش يتدخل بشكل رسمي او يبعت حد يرجعهم. فرامبو ساعتها قال له ان هو مستعد يروح افغانستان ويرجع تروتمان، لكن روبرت قال له ان الموضوع هيكون من تحت الترابيزه ومش هيقدموا طلب رسمي. فرامبو قال له انه ما عندوش مشكله لانه متعود على المهمات الغير رسميه. فروبرت قال له انه هيرتب للموضوع عشان السفر، لكن بشرط لو رامبو اتقبض عليه او حد عرف حاجه عن الموضوع امريكا هتنكر معرفتها بيه من الاساس. وبعد كام يوم بيوصل رامبو لباكستان وبيكون قريب من حدود افغانستان، وبعد كده دخل محل بيع اسلحه وكان بيسال عن واحد اسمه موسى جنين، وبيقول للشخص اللي واقف في المحل انه عاوز يقابله ضروري. فبيروح الشخص ده يناديله موسى، وفي الاول ما بيكونش موسى عارف هو مين وبيفتكره واحد تايه من السياح وعايز حد يعرفه الطريق، لكن رامبو قال له ان روبرت هو اللي بعته. فموسى قال له ان هو كان مستنيه، وقال له كمان ان تروتمان موجود في سجن روسي على بعد 30 ميل من الحدود الافغانيه. وبعد كده اداله كل الاسلحه والقنابل اللي هو هيحتاجها في المهمه، وخرج معاه علشان يبداوا رحلتهم لافغانستان. وفي الوقت ده كان الشخص اللي قابل رامبو في المحل باصص عليهم وبيراقبهم من بعيد. وبنروح بعد كده للجيش الروسي، وبيكونوا الضباط واخدين تروتمان عشان يقابل العقيد زايسن قائد الجيش الروسي. واول حاجه قالها زايسن ان تروتمان اول شخص امريكي يتقبض عليه في افغانستان، وقال له ان هو شاكك انه جاي هنا عشان يساعد المجاهدين الافغان بصواريخ مضاده للطيارات الروسيه، وان ده مخطط من امريكا عشان يوقعوا الجيش الروسي. وقال له انه هيعمل معاه صفقه، وهي انه يسيبه يمشي ويفرج عنه مقابل انه يكون عصفوره ليهم ويقول لهم على مكان الصواريخ اللي جاي يوصلها للافغان. فتروتمان قال له ان مفيش اصلا صواريخ وانه ما يعرفش حاجه عنها. وساعتها زايسن اتنرفز وامر رجالته يضغطوا عليه بالتعذيب علشان يتكلم، وخدوا طريقهم بعد كده لقريه صغيره فيها عدد كبير من المجاهدين الافغان. وفي الوقت ده كان تروتمان بيتعرض لتعذيب شديد وبيضغطوا عليه علشان يتكلم ويقول لهم على مكان الصواريخ. وقتها وصل الشخص اللي قابل رامبو في محل الاسلحه واللي بيكون اصلا جاسوس للروس، وبيقابل زايسن وبيقول له ان في واحد اسمه رامبو جه المحل ويتكلم مع موسى، وقال له انه جاي ينقذ واحد اسمه تروتمان ويساعد المجاهدين الافغان. وساعتها زايسن قال لتروتمان ان هو ورجالته جاهزين لاستقبال رامبو. وبنرجع لرامبو اللي بيكون وصل هو وموسى لقريه المجاهدين، وهناك موسى بيقول له ان القريه فيها حوالي 200 مجاهد، وفي 10,000 كمان واقفين على الحدود مستنيين الاسلحه وجاهزين للحرب. وبعد شويه بيقعد رامبو مع كبار المجاهدين علشان يتكلموا معاه في تفاصيل مهمته، وبنشوف ساعتها واحد روسي اسمه يوري اسلم وانضم للافغان وبيحارب معاهم وباع الروس. وبيبدا يوري يشرح لهم الطرق اللي ممكن يدخلوا بيها للقاعده الروسيه في افغانستان لانه طبعا عارفها كويس. ولما رامبو عرف منه تفاصيل المكان قال لهم ان خطته انه ياخد معاه 4 من المجاهدين بس، لكن كل اللي موجودين بيقلقوا وما بيوافقوش على خطه رامبو لان الروس لو
لو مسكوهم هتبقى بداية حرب وهيهاجموا القرية زي ما هاجموا قرية تانية جنبهم قبل كده، وراح منهم وقتها اكتر من 6000 شخص وهم مش عايزين ده يتكرر من تاني. عشان كده قال لرامبو يصبر معاهم ويستنوا دعم تاني بقوات واسلحة، لكن رامبو بتهوره المعروف صمم انه يروح لوحده وما كانش مهتم بالنتيجة او ايه اللي ممكن يحصل. وساعتها بيتكلم واحد من كبار المجاهدين اسمه مسعود وبيقول لرامبو ان الافغان اقوياء وشجعان مش جبنة زي ما هو فاكر، ولو حد قرب من ارضهم هدوءهم بيتحول لغضب. وشرح له ان هم عايزين يحطوا خطة وينفذوها صح لان لو وقعوا في ايد الروس مش هيرحموهم، وحكى له اللي حصل فيهم قبل كده وقال له انهم من سنة قتلوا معظم رجالة القرية اللي جنبهم واجهضوا الحوامل وحرقوا الاطفال، ودي خطة من الروس علشان ما يكونش في اجيال جديدة تدافع عن الارض. وقال له كمان ان الحرب بالنسبة لهم حاجة مقدسة والموت في سبيل الله والوطن بالنسبة لهم شرف، وان خطتهم ان هو يروح ينقذ تروتمان بهدوء، ولما يخرج تروتمان ويظهر للعالم ويحكي عن اللي بيحصل في افغانستان ساعتها ممكن يدخلوا حرب ضد الروس بقلب جامد لان ناس كتير هتساعدهم. وهنا رامبو فهم وجهة نظرهم واقتنع بكلام مسعود، واتفقوا انهم يفكروا مع بعض في طريقة امان ينقذوا بيها تروتمان. وبعد كده موسى بيتمشى مع رامبو وبيعرفوا على رياضة قديمة بيلعبها الافغان من 3000 سنة، وهي عبارة عن انهم بيمسكوا خروف ويلفوا بيه دايرة كبيرة ويرموه جوه دايرة صغيرة ويلفوا حواليه تاني ويرجعوا ياخدوه. وساعتها واحد من اللي بيلعبوا قال لرامبو يدخل معاهم، ورامبو فرح لانه كان متحمس يجرب اللعبة. وفجأة وهم مندمجين في اللعب بتهجم طيارة روسية على المكان وبترمي عليهم قنابل وبتفجر المنطقة وبيموت عدد كبير من المجاهدين. وبعد ما بيخلص الهجوم بتكون المنطقة كلها عبارة عن جثث ومصابين، وبيجي ساعتها مسعود وبيطلب من رامبو يساعدهم في نقل المصابين للحدود، لكن رامبو بيرفض وبيقول له انه عنده حاجة اهم هيعملها وهي انه هيروح للقاعدة الروسية. فمسعود قال له انه المفروض بعد اللي شافه يخاف ويبعد لان الحرب دي ما تخصوش، لكن رامبو قال له ان من النهارده الحرب دي تخصه. فرد عليه مسعود وقال له ان هم من النهارده هيعتبروه واحد من المجاهدين. وبيروح مسعود علشان يشارك في نقل المصابين، اما رامبو فبيستعد انه يروح للقاعده الروسيه، وموسى بيقول له انه هيروح معاه ويوريه الطريق. وبيجي ولد صغير اسمه عمار وبيطلب من رامبو انه يروح معاه لان ابوه وامه ماتوا على ايد الروس وعاوز ينتقم لهم، لكن رامبو ما بيوافقش ياخده معاه. وبالليل بيروح رامبو ومعاه موسى للقاعده الروسيه من طريق كله الغام، وبيتفاجئ رامبو بعمار رايح وراهم. وبيقرب رامبو وموسى من المقر الروسي وبيطلب رامبو من عمار انه يستنى في مكانه وبيمنعه يدخل معاهم. وبيدخلوا بعد كده المقر وبيزرعوا قنابل في اكتر من مكان، وبيقدر رامبو ساعتها يوصل للمنطقه اللي فيها المساجين، وبيساعده موسى وبيزرع قنابل هو كمان في اماكن مختلفه. ووقتها عمار ما سمعش كلام رامبو ودخل من غير ما الروس يشوفوه. وبعد كده رامبو بيضرب واحد من الحرس وبياخد منه مفتاح السجن وبيروح علشان يخرج تروتمان. وفجاه وهو بيفتح الباب بيدخل عليه عمار علشان يساعده، لكن رامبو بيلمح ضابط روسي جاي وراه وبيحدفه بالسكينه في رقبته وبيقتله. وفجاه بيظهر عدد كبير من الضباط الروس وبيمسك رامبو السلاح وبيبدا يقتل فيهم. وبعد معركه طويله مع الروس ما بيقدرش رامبو انه ينقذ تروتمان وبيتصاب عمار برصاصه في رجله، فرامبو شاله ونزل بيه وقابله موسى علشان يهربوا عن طريق فتحه الصرف الصحي، لكن اتفاجئوا برضه ان الروس جايين وراهم وبيضربوا عليهم نار. فرامبو حط لهم قنبله وفجرهم وكمل الطريق مع موسى وعمار علشان يخرجوا. وفي الوقت ده زايسن بعت قوه ورا رامبو وموسى علشان يقبضوا عليهم لما يخرجوا بره القاعده. وبعد شويه خرجوا الثلاثه من القاعده وكان مستنيهم بره واحد من المجاهدين علشان ياخدهم، لكن الروس بيشوفوهم وبيضربوا عليهم نار وبيقتلوا المجاهد. وبعدها رامبو اتدارى في مكان بعيد عن عيون الضباط الروس وبسلاح RPG قتل كل الضباط اللي حواليه وهرب هو وموسى ومعاهم عمار. وفي الوقت ده زايسن بيطلع كل غضبه من رامبو على تروتمان وبيضربه وبيقول له ان اول ما النهار يطلع هيكون رامبو ميت بسبب كل الضباط اللي قتلهم والمعسكر اللي دمره. وساعتها تروتمان استفزه وقال له انه مفيش داعي يدور على رامبو لان رامبو هو اللي هيدور عليه وهيقتله. وبعد كده بنشوف رامبو وموسى قاعدين في مكان امان بعيد عن القاعده، ورامبو بيطلع الرصاصه اللي في رجل عمار وبينضف له الجرح. وبعد ما خلص طلب من موسى ياخد عمار ويرجعه القريه وقال لهم انه هيرجع المعسكر علشان ينقذ تروتمان. وبعد ما مشيوا رامبو ما كانش قادر يتحمل الالم لان دخل في بطنه قطعه من الحديد لما وقع وهو بيجري، فطلعها من بطنه وطهر الجرح بالنار. وتاني يوم الصبح كان زايسن ومعاه فريق كبير بيدوروا على رامبو في الجبل، وفي الوقت ده كان رامبو فعلا موجود في المنطقه وبيطلع الجبل بهدوء عشان يوصل منه للمعسكر. ووقتها كان تروتمان بيستعد
بيستعد لوصلة جديدة من التعذيب، ورامبو في اللحظة دي كان طلع الجبل وضرب أول واحد من الحرس اللي قدام المعسكر ودخل للمكان اللي فيه تروتمان. وساعتها كان زايسن واللي معاه دوروا في المنطقة كلها وما لقوش رامبو، فقرروا يرجعوا للقاعدة. وقتها رامبو اقتحم السجن اللي فيه تروتمان وهجم على كل الحرس وضربهم وفك تروتمان من الحبل اللي مربوط فيه، وخرج باقي المساجين وخدهم علشان يهربوا من المكان. ولما خرجوا شافوا زايسن وفريقه وصلوا المعسكر ونزلوا من الهليكوبتر. واول ما دخل الروس جوه المعسكر ركب رامبو وتروتمان والمساجين الهليكوبتر علشان يهربوا بيها. ولما زايسن دخل زنزانة تروتمان لقاه هرب والحرس كلهم مضروبين، فخرج بسرعة علشان يلحقوا قبل ما يهرب. لكن لما خرج كان رامبو خلاص اتحرك بالهليكوبتر، فمسكوا اسلحتهم وهاجم هو ورجالته الطيارة علشان يوقعوها. ومع كتر الرصاص اللي اتضرب على الطيارة فكانت خلاص على وشك تنفجر، واضطر رامبو ينزل بيها قبل ما يموت هو واللي معاه. وبعد كده رامبو وتروتمان خدوا طريقهم ناحية الحدود، اما المساجين فرجعوا على بيوتهم. وفي الوقت ده كان زايسن ورجالته قلبين الدنيا على رامبو واللي معاه ومش عارفين يوصلوا له. وبعد ما رامبو وتروتمان جريوا مسافة كبيرة جدا وقفوا يرتاحوا شوية، وساعتها زايسن ورجالته شافوهم، فرامبو قال لتروتمان يروح بسرعة يتدرى في أي مكان، وطلع القوس بتاعه والقنابل علشان يهاجم زايسن ورجالته، وفجر منهم أقرب طيارة كانت جنبه بقنبلة حدفها عليها. ونزل بعد كده كهف تحت الأرض مع تروتمان، وكان زايسن شايفهم ورمى عليهم قنبلة، لكن بعدوا عن الانفجار بسرعة ونجوا منه. لكن زايسن بعت وراهم عدد كبير من رجالته علشان يقتلوهم. وساعتها قرر رامبو وتروتمان إن كل واحد منهم يروح من طريق مختلف علشان يشتتوهم. وبعد شوية بيكون الكهف مليان برجالة زايسن وبيدوروا عليهم، وساعتها رامبو شافهم وقتلهم كلهم واحد ورا التاني. وتروتمان كمان كان بيقتل كل اللي يقابله في طريقه منهم لحد ما خلصوا عليهم كلهم واستعدوا علشان يطلعوا من الكهف. وطلع تروتمان الأول ومشي شوية بعيد عن رامبو، ورامبو طلع بعده لكن بصعوبة لأنه كان بيتألم من الجرح. وفجأة هجم واحد من رجالة زايسن على رامبو، سمعوا تروتمان وجري بسرعة علشان ينقذه، لكن المسافة بينهم كانت بعيدة. وفضل رامبو يقاومه ويضربه وكان بيتألم جدا من الجرح اللي في بطنه، لكن في الآخر شنقه بالحبل ورماه جوه الكهف وحدف عليه قنبلة. وكمل بعد كده رامبو وتروتمان طريقهم للحدود، لكن بعد شوية اتفاجئوا بأعداد مهولة من الجيش الروسي بتقرب عليهم لحد ما حصروهم من كل الاتجاهات. وبعد كده زايسن كلمهم من الهليكوبتر وقال لهم ما يحاولوش يهربوا لأنهم مش هيعرفوا، وقال لهم كمان يرموا أسلحتهم ويستسلموا، ووعدهم إنه مش هيضرب عليهم نار ولا هيأذيهم، وإنه هيقدمهم للمحاكمة وهيحاول يخفف أحكامهم. لكن ما كانش زايسن يعرف إن رامبو ما عندوش حاجة اسمها استسلام، ومن غير تفكير كتير هو اللي بدأ الهجوم ومعاه تروتمان وضربوا عليهم نار. ورغم إن هم كانوا شخصين قصاد كتيبة كبيرة، لكن أداء رامبو وتروتمان كان عالي وقدروا يقتلوا عدد كبير منهم ويفجروا عربياتهم بالقنابل. وفجأة بيوصل عدد كبير من المجاهدين الأفغان علشان يساعدوا رامبو وتروتمان، وبيضرب الطرفين في بعض عشان تبدأ بينهم حرب ملحمية. وبعد كده بيقدر رامبو إن هو يسيطر على دبابة روسية بعد ما بيقتل اللي فيها، وبيدخل بيها في طيارة زايسن وبيفجرها. وساعتها تروتمان بيقلع عليه وبيفتكره مات، لكن بيطمن لما بيلاقي رامبو خارج حي من الدبابة. وبعد كده بنشوف رامبو وتروتمان وهم بيستعدوا علشان يمشوا من أفغانستان، وساعتها مسعود وموسى وعمار قالوا لرامبو إن هم بيتمنوا إنه يفضل معاهم، لكن رامبو قرر إنه يرجع لتايلاند. وبعد كده عمار ساعد رامبو ورفع له رجله وحطها جوه العربية لأنه كان متصاب فيها ومش قادر يحركها، وده بيبين قد إيه عمار حب رامبو واتعلق بيه. وبيخلص فيلمنا لحد هنا، وده كان تلخيص أول 3 أجزاء من فيلم رامبو. لايك للفيلم واشتراك في القناة عشان تشوف ملخصاتنا اللي جاية، ولفلك لفة في القناة أكيد هتلاقي عندنا أفلام كتير جدا هتعجبك. وما تنساش الصلاة على النبي، خلينا ناخد ثواب مع بعض. سلام.